السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل بالبطاطس المسلوقة أكتر من شكل، جميلة جدا وصحية وحلوة للولاد وحلوة كمان للي بيعملوا دايت. دي بطاطس قطعتها بالشكل ده حلقات، ويعني بسمك مش تخينة قوي ولا رقيقة، وهجيب طاسة زي ديت أو حاجة بغطا، يعني طاسة أو حلة. تمام، وهحطها في الشكل ده. خلاص، وهبتدي بقى احط عليها ايه، دقة توم، اهم حاجة معلقة كبيرة توم. عندك شطة خفيفة كده خالص، هنحط شطة بودر، حاجة خفيفة دي حسب الرغبة عشان خاطر الأطفال. وهنحط بقى فلفل أسمر والثوم، ده البطل بتاعنا، فلفل أسمر والثوم بنكتر. والملح، وبنقلبهم كده مع بعض. خلاص، الشطة ده اختياري، وحتى ممكن بنستغنى عنها لأن الفلفل كمان بيبقى حامي. خلاص كده، ونحط معلقتين زيت بالعدد أو معلقة كمان، وتحط حوالي نص كوباية مية. خلاص، لان هي هتتسوى على البخار، هتتسوى على البخار بتاعها على نار هادية خالص. هتستوي وتبقى طعمها اكتر من روعة. حلوة قوي للدايت وحلوة قوي للولاد الصغيرين، بيموتوا فيها، وفي نفس الوقت حرشة جدا. دي بطاطس مسلوقة قطعتها كده صغير بالسكينة او تبشريها، واحط عليها تومة، واحط عليها شطة مفرومة او دقه من اللي كنا عاملينها توم على شطه، لو متوفر عندك، ما عندكيش يبقى شطه مفرومه. خلاص، وشويه كمون. تمام، انا مش هكتر شطه لان شطه حراقه جدا، وعليها ملح، فانا مش عايزاها تبقى حادقه. وحطيت شويه فلفل، وقلبتهم كلهم مع بعض. وعندك بقى شويه بقدونس او كزبره خضراء، انا ما عنديش، طلعت من الفريزر اللي انا كنت عم مفرزاها قبل كده اهيت. طلعتها وفركتها كده شويه عليهم وخلاص. وشويه الزيت، معلقتين صغيرين برضو او معلقة عادي جدا. وبنقلبهم كلهم مع بعض، وبتتاكل تبقى زي العسل وحرشة جدا جدا جدا. قدمت لكم النهارده طريقتين للبطاطس جمال جدا، وطعمهم حلو ومغذي، وفي نفس الوقت ينفعوا للاطفال وينفعوا للي بيسالوني على حاجات للدايت، وتكون صحيه في نفس الوقت. وبس كده، وصفتنا النهارده خلصت، سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب لاول مره تشوفونا، ولايك وشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، علشان خاطر نعرف نكمل اكتر ونقدم لكم مزيد من الفيديوهات. وان شاء الله انتظرونا في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.